في مئات من المهندسين شغلتهم الاساسيه ان هم ازاي يخلوا حضرتك قاعد ماسك الموبايل بتاعك 24 ساعه. عامله بالظبط زي مكنه القمار، انت بتشد الدراع ومش عارف هتكسب ولا لا. بيستخدموا تكنيكس خطر جدا. عارف مكنه القمار لما بتشد الدراع ومش عارف انت تكسب ولا لا؟ ده بالظبط نفس اللي بيحصل لك لما تسكرول وتعمل ريفرش. انت مش عارف هتشوف خبر حلو، خبر وحش، حاجه ممله، حاجه حلوه، لان هم بيلعبوا على حاجه اسمها عدم اليقين. عدم اليقين ده اللي بيخلي المخ يفرز دوبامين بجنون عشان يخليك تجرب تاني وتالت ورابع وانت مش حاسس ومش عارف توقف. زمان لما كنت بتمسك جورنال وتقعد تقراه بتوصل لاخره وتقوم تعمل حاجه تانيه. كان في حاجه اسمها نقطه التوقف اللي هي الستوبنج كيو. لكن النهارده انت في انفينيتي سكرول يا باشا. انت بتقعد تسكرول انفينيتي بلا نهايه. مفيش نقطه توقف تقول لمخك كفايه كده، انت ماشي في طريق ملوش نهايه. بس انا مش جاي ارخم عليك ولا اقول لك ارمي موبايلات وعيش في كهف. اصبر، وكده كده هقول لك على طريقه سهله زي ما بنعمل مع بعض كل مره. وتروح تقول لي مش هجربها، وبعد كده تروح تجربها في الديره وتيجي تقول لي يا عمرو انا جربتها وجابت معايا نتيجه. اسمع الكلام وركز معايا. الحل المره دي ان احنا